الفراخ المقرمشة دي الدجاج البروستيت ده أرخص من إن أنت تعملي شوية مسقعة وشوية شكشوكة يعني في ظل الأسعار المرتفعة جدا للبيض والخضار. فأنا إيه اللي يخليني أجيب ده لما ممكن أروح أجيب نص كيلو أجنحة؟ الأجنحة أصلا عامل حاجة وأربعين جنيه، فنص كيلو أو كيلو إلا ربع بتلاتين جنيه مثلا، حاجة وتلاتين جنيه. بصراحة أرخص من إن أنا أعمل أكلة شعبية في الوقت ده. فاحنا ممكن نجيب اجنحة ونعملها بطريقة حلوة جدا زي طعم كنتاكي بالظبط، مقرمشة وجميلة. وتعالوا بقى مع بعض، سهلة جدا الطريقة، ولا توابل خزعبلية ولا الكلام ده خالص يعني. ابسط من كده بكتير وطعمها روعة. بصوا هنجيب بقى الفراخ. انا الاول قطعت الاجنحة، انا نضفتها الاول تنظيفة حلوة كده، غسلتها غسلة محترمة وقطعتها بقى. شلت الاول الجزء اللي في الاول ده اللي هو بيبقى يعني عبارة عن عظمة وجلد كده، اللي هو الطرف ده مش عايزينه. وبعد كده الجناح طبعا يعني عامل زي حرف، زي رقم 7 كده، نفصله بقى عن بعضه نخليه جزئين. وبعد كده هعمل له بقى مرحلة نقع. مرحلة النقع دي سواء بقى استخدمتي أجنحة، سواء استخدمتي فرخة كاملة، صدور، دبابيس، مرحلة النقع دي اللي بتخلي لك أي فراخ تستوي في تقليها، ولا تديها سلقه، ولا تدخلها فرن، ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده. هي بتتقلي وبس. مرحله النقع دي اللي بتخليها لك الانسجه بقى بقت طريه وتتشرب التتبيله ومبقاش فيها ولا نقطه دم، وتبقى طريه جدا تستوي بسهوله، يعني مش محتاجه وقت كتير للتسويه، تلاقيها طريه اصلا، لحمها طري جدا. بنعمل ايه؟ بنحط عليها ميه، بنغطيها بميه كده لتر او لترين ميه كده. انا حطيت حوالي لتر ميه، حطيت عليه معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل، عصير ليمونه، وقلبتهم في بعض وسبتها ساعتين، مش اقل من ساعتين. ساعتين مرحله النقع، ساعتين تحطي فيها الفراخ بتاعتك. وبعد كده بقى ايه، تطلعيها وتصفيها كويس وتغسليها بقى غسله تانية كده كويسه نظيفه. ونبدا بقى نتبل. التتبيله بتاعتي سهله جدا. هنجيب كوبايه ميه كبيره ونحط عليها معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بابريكا، والشطه حسب الرغبه. انا حطيت معلقه واحده بس كبيره عشان عندي يعني ايه الولاد الشطه ما تبقاش عليهم ايه حاميه عليهم قوي، فحطيت قليل. ممكن تحطوا 2 3 زي ما انتوا عايزين. طب مرحله التتبيل دي بتاخد قد ايه؟ لو سبتيها كتير تبقى حلو. انا بسيبها بالظبط في التتبيله دي ساعتين مش اكتر، ساعتين بس. وساعات انا مره عملتها بعد ساعه برضو كانت حلوه، بس اللي كانت قعدت ساعتين كانت اكتر يعني، كانت احلى يعني. فبصوا يعني بتبقى هي تحفه ومش بتاخد وقت. هتقولي طب هي كده ما هتشرب التتبيله كويس. مرحله النقع اللي احنا عملناها دي ليها فوائد كتير جدا، هتخليكي التتبيله تشرب بسرعه، في نفس الوقت اللحم يبقى طري ومستوي بسهوله جدا، هيستوي ويبقى يعني ما فيهوش ولا نقطه دم. انسي بقى. وربطتها في كيس ليه، ما سبتهاش في الطبق زي ما هي عشان تبقى التتبيله مغلفاها كويس قوي. بصوا بقى بعد كده فتحت الكيس وجيت بقى ايه، هنجيب الدقيق. هنحط حوالي دقيق يعني تلت كيلو دقيق كده، نص كيلو دقيق عشان الكميه مش كبيره. لو فرخيه على بعضها هتحتاج نص كيلو دقيق بس مش اكتر، وهتغلفي بيه الفرخيه بتاعتك كامله. انا حطيت تلت كيس الدقيق بصراحه، وما عملتوش ما نخلتوش. هو الاكياس عامه نضيف احنا بننخله علشان لما نكون هنعمله كيكه، نعمله معجنات، اي حاجه انا بنخله لكل حاجه، لكن لو استخدمه مع سمك او فراخ بصراحه مش بنخله. بعد كده بقى ايه، بنجيب ميه ساقعه، يعني الازازه دي ساقعه جدا. لازم ميه ساقعه جدا، ويا ريت لو عندك مكعبات تلج حطيها، ما عندكيش يبقى خلاص ميه ساقعه وخلاص. اول حاجه بقى بجيب الفراخ زي ما انتم شايفين كده، حسب حجم الحله اللي انا هقلي فيها. انا بقلي في حله عشان يبقى ايه غويطه، يعني بجيب حله صغيره شويه علشان ما احطش بقى كميه زيت مهوله. بكون جايبه حله صغيره وهتعملي 3 قطع او 4 قطع كده في كل قليه، فمش تاخد منك زيت كتير، هتحتاجي مش كتير. لكن ما كنا تعمليها في حاجه واسعه فانت هتحتاجي زيت كتير، عشان انا عايزه تتقلي في زيت، يعني هي تسويتها في الزيت، فمش هينفع احط معلقتين زيت. يعني انا مش بشوحها، انا بقليها قلي يعني عميق فيه. بعد كده بقى ايه، زي ما انت شفتوا حطيتها في الدقيق، رجعت حطيتها في الميه تاني، رجعت بقى ايه ونفضها كويس قوي. بنرجع نرجعها للميه، نرجعها للدقيق تاني تقليبه. ولو انت عايزه تعمليها بقى كفر يبقى قوي يعني درجتين اعملي، بس انا بفضل مره واحده، يعني مره واحده بس. بعد ما بنحطها في الدقيق بنرجعها الميه مره واحده، وبعد كده نرجعها للدقيق تاني ونفضها حلو قوي قبل ما نحطها في الزيت. التنفيذه دي اللي بتطلع لك القرمشه. وزي ما انت شفتي انا بفضل اقلب من فوق لتحت ومن تحت لفوق، تفضلي 10 مرات 10 تقليبات كده عشان تتغلف كويس. دلوقتي بقى مرحله القلب.
الزيت بتاعي لازم يبقى سخن، بس مش سخن قوي قوي يعني اللي هو بيغلي، سخن عادي ودرجه الحراره متوسطه. ولازم الغطا يا اما توربيه لو هو ما فيهوش فتحه زي الغطا بتاعي، لكن لو في فتحه زي الغطا بتاعي يبقى انا بغطيه تماما. لكن لو غطا عادي ما فيهوش فتحه لازم توربيه. طب ما تغطاش خالص، لا ما ينفعش، مش هتستوي كويس وهتاخد لون بسرعه لو متعرضه للهواء وهي لسه ما استوتش. اما لما بتغطيها فهي بتاخد وقت طويل على ما تاخد لون، فبتكون استوت براحتها. وفي نفس الوقت لو انت مش مورباها مش هتبقى مقرمشه، البخار عندي هيتكتم والطبقه الخارجيه دي مش تبقى مقرمشه وهتلاقيها واقعه كده من على الفراخ. بصوا بجد تحفه، والولاد يفرحوا جدا بيها. جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا.